يا مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا نشوف الفيديو بتاع النهاردة فيه وصفات ايه كده مع بعض. هعمل معاكم سمك مقلي، تتبيلة كده بتاعت امهاتنا بتاعت زمان، ولا اي اضافات ولا خزعبلات بقى، بس تتبيلة من الاخر حلوة جدا. معايا كده توم متفصص، حوالي راس توم وسط، وكمان فلفل احمر وفلفل اخضر وكزبرة خضراء. كل دول كده هقطعهم واضيفهم على بعض. انا هفرمهم في الهون مش في الكبة. بحس انه كده بتديني تست احلى. فضفت كمان بقى كمون، طبعا روح السمك كمون وكزبرة ورشة بابريكا ومعلقة ملح كبيرة. الكمية اللي انا عملتها ديت ل2 كيلو سمك. خلاص انا طحنتهم كده بالهون. كمان بقى ليمونتين، هاخد العصير بتاعها. صدقوني تتبيلة بالاخر. وطبعا انا عندي السمك على جنب، انا غسلته نقعته وتمام يعني زي ما انتم شايفين كده. انا بس هعمل فيه بقى فتحات من الجنب عشان كمان يتشرب التتبيله كويس والسمكه تاخد كل الطعم. فتحتهم كلهم من الجنب. هبدأ اوزع بقى التتبيله جوه كده وعلى السمكه من بره. والكلام ده هيكون قبل ما انا هقلي السمك بنص ساعه ولا حاجه، عشان يتشرب التتبيله واللحمه بتاع السمك ياخد الطعم اللي انا عاوزاه، بطعم الليمون كده. هغطيهم بقى وهركنهم على جنب شويه. وفي الوقت ده هكون هجهز الرز. هعمل رز احمر بالبطاطس، هيعجبكم ان شاء الله لو جربتوه قوي. حطيت زيت وحطيت بصلايه متوسطه قطعتها ناعم، وبس البصلايه تدبل هحط عليها عصير طماطم شويه كمون واخليهم على نار عاليه يتسبكوا. تمام. في الوقت ده انا هروح بقى اجهز السمك عشان نقليه. بس ضفت بس يعني شويه دقيق، ضفت عليهم معلقه كمون مش اكتر من كده. وهبدأ بقى أبدر كده السمك في الدقيق من الجنبين كده، وبعدين أي زيادات هنضفه كده منها وخلاص كده جاهز. خلصت كل السمك. في الوقت ده كانت التسبيكة خلاص جاهزة بتاعة الرز. دلوقتي بقى أنا هضيف الرز، رز مغسول ومنقوع. طبعا تجهزي الكمية اللي تحتاجيها، أنا بس بقولك يعني الطريقة. تمام. وكمان دي بطاطساية قطعتها مكعبات مكعبات، ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، متوسطة كده. تقليبة كده بس في السريع، بعدين هنضيف المية بقى على الرز. طبعا المية بتكون ارتفاع سنتي بس من الرز. تمام. هضيف كمان بس معلقة ملح كبيرة، وهسيبه على نار عالية يغلي. وبعدين وانا معاكم دلوقتي هوريكم بقى الخطوات بتاعة التسوية يعني. خلاص سبته على نار عالية، يلا بينا بقى نقلي السمك. كده الزيت بدأ يسخن عندي، هنزل بقى بالسمك. طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نقلي السمك، بس يعني الفيديو ممكن يساعد البنوتات اللي لسه بتتعلم او حاجة. في الوقت ده كان الرز بدأ يغلي كده، بس حبيت اوريهولكوا. السمك بدأ ياخد لون، هنقلبه على الجنب التاني. هنا الرز بقى اتشرب المية بتاعته، فبدأت اقلبه تقليبة كده، وبعدين هغطيه وهدي عليه النار. هسيبه بقى حوالي ربع ساعة كده مع نفسه يكمل التسوية بقى بتاعته. السمك خلاص برضو قرب يستوي، خلاص هو دخل في التسوية وبقى زي الفل، بياخد لون بس. من الناحية التانية وهطلع. أكلة سهلة هي وسريعة، مش سريعة يعني أكلة سهلة وفي نفس الوقت لذيذة. صدقوني التتبيلة تدي تست عالي قوي. زي ما انتم شايفين السمك بعد ما طلعته بقى من الزيت انا رشيت عليه بس شوية ملح، مش اكتر من كده. انتوا هتلاقوه من جوه اصلا شارب التتبيلة جامد يعني. ده الرز برضو هو في مرحلة التسوية كده، وقلبته تقليبة كمان.
وهسيبه يكمل. هنا انا كنت خلصت السمك خلاص. هرصه بقى في السيرفيس بتاع التقديم مع رشة كزبرة حلوة كده. وده بعد ما خلصته في الوقت ده برضو كان الرز خلاص استوى خلاص اهو، فلفل وزي الفل. هغرف بقى يلا معاكم الرز كمان عشان نجهز الفطار بتاعنا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، واتمنى تشتركوا في القناة او ضروري تشتركوا في القناة عشان انا تعبت. استنونا في فيديو جديد. السلام عليكم.